إشارات غير لفظية بيستخدمها الشخص للتواصل اليومي، ومن خلالها نقدر ننقل المعلومة من غير ما نقولها. تفتكروا ايه هي؟ ده مفتاح حلقتنا النهارده، بس قبل اي حاجة خليني اعرفكم بنفسي. معاكم انا بشوي اشرف في برنامجنا اعرف اكتر. لغة الجسد هي اللغة اللي بتكشف لنا عن المشاعر الحقيقية في موقف معين، زي اننا نتكلم بتعبير وشنا او حركة جسمنا او نبتسم او ما نبتسمش. طب لغة الجسد دي ليها اهمية في حياتنا؟ طبعا ليها اهمية، لانها بتساعد على التعامل مع الناس. انواع كتير من لغة الجسد، زي تعبيرات الوش اللي بتظهر زي مثلا السعادة والحزن والغضب والخوف، والنوع التاني وهو نغمة الصوت او نبرة الصوت، والنوع التالت نظرات العين زي الغمزة والرمش، والنوع الرابع اللي هو الصور ممكن نستخدمها ونوصل معلومات من خلالها. وكل حركة بسيطة حتى في لغة الجسد ليها معنى، زي مثلا واحدة من الدراسات اللي نشرت في مجلة اكسفورد الأكاديمية ان تعبير الوش زي رفع الحواجب والابتسامة الخفيفة بتدل على الثقة. حتى نظرات العين ليها معنى، يعني بيقولك مثلا ان توسع حدقة العين دليل على الحب او الاعجاب. والتواصل البصري بشكل مباشر قوة، اللي بيبص في حتة تانية كتير ويتفادى ان هو يبص في عين اللي قدامه من المحتمل ان هو بيدار عنه مشاعر مثلا. هل في ناس معينة بتستخدم لغة الجسد وناس مش بتستخدمها؟ بالعكس، لغة الجسد بيستخدمها كل الناس بشكل ارادي او لا ارادي، واللي بيفهمها اكتر ضعاف السمع او ذوي الاحتياجات الخاصة. لغة الجسد بتعرفنا كتير عن اللي بيدور في دماغ الشخص اللي قدامنا. وظهر في بحث اتعمل في جامعة كاليفورنيا ولوس أنجلوس إن نسبة التواصل بتكون 100%، جزء منها اللي هو 7% بيكون عن طريق التواصل مع الناس، وده بيكون عن طريق الكلام. بيبقى متقسم ما بين إن 38% بيكون تعاملنا وكلامنا أكتر بيبان في نبرة الصوت، و55% من لغة الجسد اللي هي بتبان في حركاتنا، زي حركات إيدينا في الكلام مثلا، أو طريقة مشيتنا أو طريقة وقفتنا وقعدتنا. أقول لكم عن شوية طرق تفهمنا وتعرفنا لغة الجسد للشخص اللي قدامكم. اول حاجه، ازاي نقدر نميز بين اللي بيضحك في وشنا بجد واللي بيجامل؟ وده نعرفه بان الشخص اللي بيضحك من قلبه بتبقى تعبيرات وشه كلها بتضحك، تجاعيد حوالين عينيه واضحه، عكس اللي بيتصنع الضحك او بيجامل، ده بيبان في عينيه. تاني حاجه، لو قاعدين مع حد ولاحظنا انه بدا يقلد حركاتنا وطريقه قعدتنا، فده بيدل على الراحه والقرب، انه متقبل الكلام وهو مرتاح. تالت حاجه، لما تلاقي حد واقف ورافع كتفه وجسمه مستقيم، دي وضعيه قوه، على العكس اللي بيقف مقوس ظهره، ده بيدل على الضعف وانه مش واثق في نفسه. وزي مثلا رفع الحواجب، ده دليل ان الشخص اللي قدامك مش مرتاح، ده لو ما عملش كده عشان مستغرب. هنا بقى الشخص ما بيبقاش مرتاح وقلقان. هنتكلم دلوقتي عن الكاريزما، ودي ليها علاقه بلغه الجسد. طب ازاي تزود من كاريزمتك بلغه الجسد؟ تعال اقول. اول حاجه، الهيئه بتاعتك، يعني وقفتك او مشيتك او مظهرك الخارجي يبقوا مظبوطين، يعني ظهرك يبقى مستقيم وتبقى واقف واخد مساحتك. كل ده بيدي انطباع للناس انك عندك كاريزما. تاني حاجه، حركه الجسم، ودي عندنا فيها حاجه، واولهم انك وانت بتتكلم مع حد وحابب تقنعه بحاجه معينه، ميل عليه شويه، وده عشان تحسسه انك سامع كويس. والحاجه التانيه انك ما تتحركش اوفر، وما تتحركش بحركات مفاجاه، خليك رزين وتحرك بالعقل. بشكل عام اللغه الجسديه جزء مهم في التواصل الفعال مع الناس، ونقدر نتعلمها من خلال مراقبه حركات الناس وتحليلها. دي شويه حاجات من لغه الجسد مهمه وبنستفيد بيها وبتفرق في تعاملنا مع الناس. لحد هنا خلصت حلقتنا النهارده. ما تنساش تعمل لايك وشير وتسيب كومنت تشجعنا بيه. اشوفكم في حلقه جديده من برنامج اعرف اكتر.